السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده بقى هنعمل مع بعض كبات السعادة، او نقول عليها كشري الحلو، او ممكن نقول كنافة بالمانجا. حاجة كده ما شاء الله ترطب على القلب. اول حاجة هنسمي بالله ونبدأ. معايا نص كيلو كنافة. هبتدي كده ايه، كان محطوط عندي في الفريزر، كان متشال عندي من رمضان. إيه، شوف بقى اول ما بطلعه يعني بعمله بايديا كده بيتفك على طول من غير اي حاجه. ممكن تعمليه في الكبه لو حابه، بس انا حسيت ان هو مش مستاهل كبه، فيعني انا بلمسه يا دوبك، بلمسه كده بايدي بيتفرفت على طول. هنا كان معايا نص كوبايه زبده على ربع كوبايه زيت، يعني نص كوبايه زبده سايحه وربع كوبايه زيت، هنزل بيهم بقى على الكنافه. انا استخدمت نصهم بس، عشان النص التاني هستخدمه برضو في الجلاش. هبتدي بقى كده ايه، افرك السمنه كويس قوي كده بالكنافه. وطبعا الكنافه لازم يعني تكون تحس ان انتي كلها متوزعه الدهون فيها كويس. بعد ما وزعت السمنه كويس فيها كده، هحطها تحت الشوايه، وكل 3 دقايق ابص عليها كده واقعد اقلب فيها عشان خاطر ما تتحرقش مني. اهم حاجه التقليب المستمر للكنافه. وممكن نعملها على عين البوتاجاز، بس انا يعني يعني استسهلت وحطيتها تحت الشوايه احسن. هنا كان معايا بقى لفه جلاش، مسكتها كده قطعتها زي ما انتم شايفين كده. والجلاش هنا عندك ممكن يبقى طازه، ممكن يبقى يعني متكسر عادي، مش هتفرق الوصفه دي ايه، مش هتفرق نوع الجلاش هيبقى يعني بايت ولا مش بايت، مش هتفرق خالص. هنا بقت السمنه اللي احنا عملناها، اللي هي كوبايه نص كوبايه زبده وربع كوبايه زيت، دول الباقيين اللي انا خليتهم للجلاش. هبتدي برضو كده ايه، افركهم برضو في الجلاش كده، السمنه مع الجلاش. وبعد كده برضو هحطها تحت الشوايه مع التقليب المستمر. هنا بقى كان معايا بقى ايه، منجايه كده سليمه متماسكه كده، فهعملها مكعبات. هقطعها كده مكعبات، عشان ديت هخليها للتزيين بس، مش هحطها للوصفه يعني اللي انا هعملها. شايفين انا بقطعها ازاي؟ تقطيع عشوائي خالص. بعد كده كان معايا المانجا اللي هي اللي بيقولوا عليها السكري. مسكتها كده قطعتها خليتها خالص. وبعد كده كان معايا كيسين كريم جانتيه. انا استخدمت 3 اكياس كريم جانتيه، كوبايه لبن. نزلت بقى بكوبايه اللبن الصغيره اللي هي بتاعت الشاي ديت. وبعد كده نزلت بالمانجا اللي احنا خليناها منجايتين بالعدد. وبعد كده نزلت بالكيس كريم جانتيه، وبعد كده كيس تاني، وبعد كده كيس تالت، يعني انا حطيت 3 اكياس. وهفضل بقى اضرب في الكريم جانتيه بالمانجا كده حوالي 5 دقايق، من 5 دقايق ل10 دقايق بالظبط خدوا معايا، لحد ما الكريم جانتيه عمل فوليوم عالي كده اهوت. واشد الكريم جانتيه يعمل منقار كده، شايفين الكريم جانتيه عامل منقار ازاي؟ وكده بقى الكريم جانتيه جاهز معايا، هشيله في التلاجة دلوقتي، وبعد كده هنشوف الكنافة. هنا الكنافة كانت ما شاء الله طلعت معايا اتحمرت خالص. هنا كان معايا 3 معالق سكر بودر، وبعد كده نزلت بكيسين فانيليا. وابتدي بقى كده اخلط السكر البودر مع الفانيليا في الكنافة. بتبقى خفيفة واحسن من ان انا احط عليها يعني شربات. وهنا كانت الجلاش برضو كده تلون معايا، خد لون معايا كده بقى وتحمص معايا بقى، شكله طعمه جميل جدا. هبتدي بقى هنا اهوت، انا كان المفروض احط سكر بودره برضو، لان احنا من طبيعتنا ان احنا ما بنحبش الحاجه مسكره قوي. بس صراحه السكر البودره كان خلصان، فانا كان عندي شربات جاهز. نزلت بنص فنجان شربات على الجلاش، وابتدي بقى كده اقلب فيه كده كويس. ولو سكر بودره احسن، يعني بيبقى الحلو خفيف، يعني ما بقاش مسكر قوي. احنا من طبيعتنا ما بنحبش السكر الكتير، ودي اكتر حاجه متفقين عليها، البيت كله متفق عليها. كده كان عندي بقى الجلاش والكنافه جاهزه، وكان عندي مانجا برضو كنت خلياها. وهنا المانجا القطع اللي قطعناها مع بعض. هاخد بقى الكبات كده، هعمل طبقه من تحت كنافه بالشكل دوت. وبعد كده هجيب بقى الكريم جانتيه اللي احنا عملناه اللي هو بالمانجا، وابتدي بقى اعمل طبقه برضو كريم جانتيه، وانزل بقى بطبقه تاني بالجلاش بالشكل دوت. حاجة كده سهلة وبسيطة وخفيفة جدا، والله لو جربتوها طعمها جميل جدا. بعد ما حطيت طبقة الجلاش، هحط بقى طبقة مانجا. وبعد كده هحط برضو طبقة كنافة. شايفين الطبقات عاملة ازاي؟ هحط بقى طبقة كنافة بالشكل ده. وبعد كده هحط برضو طبقة كريم جانتيه. الكريم جانتيه بالمانجا طعمه جميل جدا. واحط برضو حبة جلاش كده من على الوش.
بالشكل ده. وبعد كده اخر حاجة المانجا اللي قطعناها قطع مكعبات مع بعضينا، هزين بيها الوش كده. وكده بقى عندي الكبات جاهزة، او الكب جاهز كده. طبقات، شايفين الطبقات من جوه طعمها هيجنن والله، طعمه جميل جدا وخطير. هعمل بقى معاكم يعني واحد كده على السريع. هاخد بقى ايه كده الكب الكبير اللي انا عملته، طبقة عشان يبقى واضح. انا عملت الكبير ده كده صورته تاني عشان يبقى واضح قدامكم. حطيت طبقة كنافة، وبعد كده طبقة كريم جانتيه بالشكل ده. وابتدي اسويه كده اهوت، لان انا حسيت ان الكب الصغير مش باين، فانا قلت اصور لكم الكب الكبير عشان يبقى واضح قدامكم. بعد كده هنزل برضو بالجلاش، وبعد كده هننزل بقى بالمانجا. والطبقات دي بقى انت اختياري براحتكم بقى، عايزين تحطوا الطبقات بقى، اللي عايز يحط من تحت يحط من فوق اي حاجة. وبعد كده حطيت الكنافة، وبعد كده الكريم جانتيه. واساوي الكريم جانتيه يعني على قد ما قدرت بقى كده، لان انا صراحه يعني مش ماليش في التزويق قوي او التزيين قوي. وبعد كده بقى بعد ما سويت الكريم جانتيه نزلت بقى بالجلاش بالشكل ده. وبعد كده اخر حاجه بقى نزلت بالمكعبات المانجا بالشكل ده. وكده بقى معانا اجمل والذ، مش عارفة اقول عليه ايه، بس انا سميته كبات السعادة. بس ممكن تقول عليه كشري حلو، وممكن تقول عليه كنافة بالمانجا. دي الاسم دي براحتكم، كلها عادي، كله حلو هيمشي. عايزة اقول لكم الطعم كان لذيذ جدا، وخصوصا في الحر ده كده حاجة كده ترطب على قلبنا، حاجة كده جميلة جدا ما شاء الله. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في قناتي، واشوفكم في وصفات كتير ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. مع السلامة، باي باي.